ألف حمد وشكر ليك يا رب. نقطة تاريخية، عملنا اللي علينا وزيادة. في المباراة الافتتاحية لمنتخب مصر قدام بلجيكا الواحد جاب عرق مع اللعيبة، كان الله في عون اللعيبة. الواحد مش قادر، مش هينتقد، الواحد هيدعم، بس ده دورنا الوحيد دلوقتي بعد الأداء اللي احنا شفناه، بعد الاسترجال اللي شفناه من كل لعيب في المنتخب. كل واحد عمل اللي عليه وزيادة على قد إمكانياتنا. احنا قدمنا مباراة عظيمة جدا قدام بلجيكا، قدرنا ناخد نقطة مهمة جدا هتفرق جدا في صعودنا ان شاء الله من دور المجموعات. كل الشكر لحسام حسن، الراجل اللي اخد انتقادات قد كده قبل ما البطولة تبدأ على اختياراته، على تشكيلته الأساسية، بالرغم من التشكيلة بتاعت النهاردة حتى لو كانت الناس تختلف معاه في البدايات، ولكن شفنا أداء اللعيبة النهاردة. انا مش قادر اوصف قد ايه الواحد شاف زيكو، اداء زيكو قد ايه لعيب شخصيه في الملعب، قد ايه لعيب بجد. كل الناس اللي كانت مشككه في وجوده في قائمه المنتخب، ده الراجل لعب اساسي في ماتش البرازيل وجاب جون، الراجل لعب النهارده في ماتش بلجيكا والراجل عمل اداء عالمي النهارده. شخصيه اكتر ما هو بيعمل فنتات ومهارات، انا شايف لعيب شخصيه في الملعب، وده انا كنت مفتقده جدا في خط هجومي. النهارده صلاح فعلا كابتن وقائد للفريق، ميت على الكوره في كل كوره، باين قد ايه ان هو بيعافر بيحارب. اداء النهارده عالمي. مرموش ما كانتش ماشيه معاه، ولكن حاول بكره واثنين وثلاثه، وبرده يعني الحظ ما كانش معاه، ولكن عمل اللي عليه. مش افضل مباريات مرموش، ولكن تمام يعني انا راضي جدا. عايز بقى اجيب من شوبير بجد حقيقي اداء. اللقطات اللي ظهر فيها هو ما خيبش ظنك في لقطه واحده، حتى الجون اللي دخل فيه من محمد هاني اللي ما بلومش عليه خالص. الراجل باين عليه في اخر المباراه الكره اللي اتقطعت منه وقع فيها ان خلاص هو جاب جاز، هو عمل اللي عليه وزياده. وقف دوكو، جه عليه دوكو، جه عليه تروسرد، والاثنين ما عرفوش يعملوا مع حاجه. الراجل عمل اداء عالمي النهارده. شوبير شابوه النهارده، اداء عالمي. انا عندي مشكله، وقلنا الكلام ده في الحلقه بتاعت قائمه المنتخب مع خط الدفاع. انا مش بقلل من مجهود النهارده ياسر او حمدي اللي بداوا، او حتى رامي ربيعه اللي نزل، ولكن في عشوائيه في خط الدفاع باينه. واضح قوي ان احنا اضعف خط عندنا هو خط الدفاع. خط النص بالنسبه لي تمام، فتوح عمل ماتش كويس جدا، ولكن احنا في المرتدات بنتضرب. منتخب زي بلجيكا كان عنده السرعات بتاعه دوكو، كان عنده دي بروين اللي قادر يحرك الفرقه في ثانيه بلمسه واحده لخط الهجوم. النهارده قد ايه بلجيكا ضغطتك، ولكن انا في الشوط الثاني بعد ما كنت كسبان 1-0 وشيء ومستني ان انا الشوط الثاني اتهان، لا انا لقيت ان احنا بنهاجم الشوط الثاني اكتر من الشوط الاولاني اللي خطفنا فيه الهدف. فده بالنسبه لي كانت من المفاجآت. ان انا العب كوره عموما في كاس العالم ده من المفاجآت. اخر كاس عالم كنا فيه 2018 3 ماتشات خسرناهم، ما لعبناش ولا كوره عدله في البطولات. الجون الوحيد اللي جبناه جون محمد صلاح في السعوديه، جون محمد صلاح اللي جابه في السعوديه جون بالغلط اصلا، فاهم؟ يعني هو لعبه لوب بمهاره فرديه. فانا لا، انا النهارده شايف منتخب حسام حسن عارف بيوظف كل لعيب عنده، بيحطه في المكان الصح. حتى التبديلات خرج صلاح في تبديل مفاجئ، ولكن نزل حمزه عبد الكريم عمل اداء برده جبار. زيزو طبعا لقطه ضربه الجزاء، انا للامانه انا شايف ان هي اصلا من بره، ولكن هي كانت فاول، يعني على الاقل اديني الفاول لان واضحه قوي الشد. ولكن انا اشوف توتال المباراه تحفه. لو اتبنى على الاخطاء في ماتش بلجيكا انت قادر تكسب ايران وقادر تكسب نيوزيلندا. طبعا ماتش نيوزيلندا وايران هيفرق كتير طبعا في نتيجته، في حدد شكل المجموعه ويبين اصلا اداء نيوزيلندا وايران مين اقوى. تبدا انت ترسم لنفسك الطريق للماتشين الجاي. ولكن انا مش قادر اثبت لك قد ايه الواحد فخور بالمنتخب النهارده في الاداء اللي قدمناه. لاول مره بشوف المنتخب بتاعي بيلعب كوره فعليا في ماتش رسمي، سيبك من الوديات، في ماتش رسمي قدام منتخب كبير زي بلجيكا. النهارده الراجل مدربهم رودي جارسيا بيشد في شعره، جاب عرق من كل حته من كتر ما هو اتعقد من الحلول اللي كل ما يرمي كارت من عنده من الدكه ما يلاقيش اي فايده، ما يلاقيش اي نتيجه بتحصل. برضه عمال يرمي. لوكاكو مش تبديلته هي اللي عملت، لا يعني هي كره هفوه دفاعيه من الهفوات. طبعا بلجيكا ضيعت، بس احنا كمان ضيعنا، لان انت ضيعت 3 اجوان تقريبا في الشوط الثاني في اكتر من فرصه انت لعبتها. كورتوا ظهر في اكتر من كوره، فانت معنى كده لا انت بتهاجم. ما تقللش من نفسك عن كل مجهودك وتقول ان انت طول المباراه بتدافع، لا انت هاجمت، عندك اخطاء. خط النص مروان عطيه ما ظهرش بالشكل المناسب قوي، ولكن ادواره كانت مهمه جدا. حمدي تحفه، مهند لاشين، حسام حسن بيثبت قد ايه ان هو عنده لعيبه هو معتمد عليها، وبيثبتوا اللعيبه قد ايه ان هم على قد الثقه اللي بيديها لهم حسام حسن. ومهند بيعمل النهارده ماتش كويس جدا.
اللعيبه في التغطيه الدفاعيه بالنسبه لي 1-على-1 احنا اديناها، ولكن خط الدفاع كخط لا، احنا الموضوع بشع قوي قوي قوي. النهارده ضغطنا جامد، ربنا ستر. لازم برضو ناخد بالنا ان ربنا ستر في اكتر من كرة اصلا. فالنهارده لو هدي نجم الماتش لحد، فهديه لصاحب الهدف امام عاشور، مش عشان الجون لا، عشان خاطر امام النهارده كان تقريبا هو اعلى لعيب في المنتخب، اعلى لعيب بيلعب كوره، صاحب هدف. طبعا يعني دي كفيله، ولكن لا، اتفرج على كل لمسه لامام. هو جاب لك انذارات للعيبه بلجيكا لحد ما طلع، كان هو اكتر لعيب مؤثر. فاتمنى ان هو يستمر على الاداء ده، يبقى دماغه في الملعب بس. امام هيعمل نسخه مرعبه في كاس العالم ان شاء الله في الماتشين الجاي. انت عديت الصعب، اصعب مواجهه ممكن تلعبها انت عديتها بافضل شكل. ما نبوظش بقى، ما نبوظش. الواحد كان حاطط ايده على قلبه في اخر دقايق ان انت كل ده تحرقه في لحظه، في جون يقتلك ويجيبك ارض ويخليك ممكن تخسر الماتشين الجايين. ربنا كرمك، طلعت بالنقطه، ابني عليها ابني عليها، امسك العيوب. احنا قادرين جدا نكسب ماتش ايران ونيوزيلندا، قادرين جدا. الله اعلم لو بلجيكا اتعثرت نصعد اول مجموعه. مش عايزين نعلى قوي بالطموحات فجاه، بس خلينا واحده واحده، خلينا واحده واحده نقول قد ايه ان احنا كنا جامدين النهارده. طبعا ما كانش فيه لايف خالص يعني لظروف كل حاجه، لكن ده يعني اللي جاي لسه في ماتش كمان شويه، السعوديه واوروجواي بقى ماتش جامد برده. في ماتش ما اتكلمناش عنها، اخر ريل نزلناه، ارجع اتفرج عليها يوم 2 و3 كاس عالم. احنا كاس العالم ده خلاص بنجيب ميه من كل حته. انا مش قادر. نتقابل في الريل الجايه، الحلقه الجايه مش عارف، بس هنتقابل كده كده هنتقابل.